مساء الخير عليكم. انا بعمل معاكم النهارده رز بلبن ويا رب ان شاء الله يعجبكم زي بتاع بره بالظبط. مش هتحتاجي ان انتي تجيبي رز بلبن من بره تاني. في تكات كده معينه بتتحط في الرز بلبن، بيبقى طعمه حلو قوي. دلوقتي جبت كوبايه وربع من الرز، اللي هي الكوب اللي هو الشوب الكبير. غسلت طبعا الرز كويس عشان النشا، وبعد كده مليت الحله نصها ميه، وكل ما الميه بتغلي مع الرز بينفش معاكي وبيطرى. طبعا الرز هيشرب الميه، زودي ميه تاني لحد ما يطرى معاكي خالص. وبعد كده حطيت كيلو ونص لبن. انا دلوقتي حاطه كيلو ونص لبن، وزي ما انتوا شايفين الرز طري جدا. وبعد كده حطيت كوبايتين سكر كبار. تمام، طبعا عشان الصيام مش هتعرفي تدوقي، بس هو بالويم بتاعك شوفي السكر اللي انت بتحبيه قد ايه. انا حطيت كوبايتين كبار. طبعا هو يعني كوبايتين كبار هيخلي الرز بلبن طعمه ان شاء الله يطلع حلو، عشان احنا صايمين مش هنعرف ندوق. لو انت حابه تحطي كوبايتين وربع اللي يريحك، كوبايتين ونص بس، علشان لما بيبقى مسكر قوي بيجزع النفس. فانا دلوقتي حطيت السكر واللبن مع الرز بعد ما هو استوى. وهنحط اللبن طبعا، الرز يتشرب من اللبن شويه. وبعد كده هنحط النشا، وهنحط تكة بقى جميلة جدا، هي اللي بتخلي الرز بلبن يكرمش من فوق الوش، وبيبقى طعمه حلو قوي زي بتاع بره اللي هو كريم شانتيه. هوريكم هنعمل ايه. ولو عندك قشطة بتاعة اللبن شايلاها في الفريزر، حطي منها معلقتين. انا دلوقتي عندي قشطة كنت شايلاها في الفريزر، احط منها معلقة وهسيبها تسيح طبعا مع اللبن قبل ما احط النشا. لازم تأكدوا ان القشطة ساحت خالص عشان ما كلكعش طبعا لما نيجي نحط النشا مع بعض. ده الكريم شانتيه. عايزة عندك كريم شانتيه سايب ممكن تجيبي تحطيه عادي. عندك الاكياس حطيها، مفيش اي مشكلة. لو عندك اللي هو الاكياس حطي كيس كامل كله. لو ما عندكيش هاتي لي نص كيلو من الكريم شانتيه وحطي منه 3 معالق. انا حطيت 3 معالق كريم شانتيه، وبعد كده جبت كوبايتين ميه، وحطيت 3 معالق من النشا. دوبتهم كويس قوي، ميه ساقعه مش ميه سخنه. وبعد كده نزلتهم شويه بشويه على الرز بلبن، وابتدى ان هو يتقل معايا كده زي ما انتوا شايفين. هنسيبه على النار شويه لحد ما يبتدي ان هو يتقل، وبعد كده هنبتدي ان احنا نصب في الكوبايات بتاعتنا او الكاسات او الاطباق على حسب المتوفر عندك. ده دلوقتي الرز بلبن معانا اهو زي ما انتوا شايفين. عايزه بقى تشكليها بسوداني من فوق الوش شويه شوكولاته نوتيلا. الشوكولاته اللي هي الصغيره اللي هي بتبقى البيضه، والشوكولاته الغامقه اللي بتباع في عند العطار. شوية قرفة بيبقى طعمها حلو جدا. يعني عندك ممكن تعملي كريم شانتيه، وممكن تزوقي الرز بلبن من فوق. ده الرز بلبن بتاعنا، يا رب يعجبكم وبألف هنا والشفا.